القراءة والإبداع بالتأكيد سيكون له ما بعده، ولما لا قد يصل إلى حد الاختراع مثل ما حصل مع مجموعة من الشباب الذين اخترعوا جهازا لاستخراج مواد أولية مستنشقة أو مشتقة من الغاز، غاز يمكن استخدامه في الصناعات الثقيلة بالنظر إلى عائدته المادية الكبيرة على الاقتصاد الوطني. وسيلة بوشارب. هو اختراع من شأنه إحداث ثورة حقيقية في مجال الصناعات الثقيلة أثار فضولا على هامش فعاليات جامعة الFCE، جهاز لاستخراج مشتقات الغاز على غرار الإيثيلين والبوليتيلين. أهمية هذا الاختراع بالنسبة للاقتصاد الوطني هو يقدر يخلي الغاز اسمه الغاز الجزائري نقدر نخدموا منه مشتقات كبيرة وراح تتباع بثمن أكثر من ثمن الغاز الجزائري اسمه بعدة مرات وعلى المستوى الصناعي الثقيل. الجهاز حاصل على براعة الاختراع من قبل لينابي ومنظمة الوايبو، أما أول المهتمين بهذا الإنجاز الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة كاين اللي راهم مهتمين بصح ما عطيناهمش الأرقام الهواتف وهذاك باش ما يتصلوش بينا ما نبيعوا لهم. حنا حبينا نكونوا هنا الجزائريين نحوسوا نلقاو ناس صناعيين، ناس نقول حنا قادرين باش الدولة تدخل أضعاف الدولارات على حساب الغاز، الغاز يبقى يروح لإيطاليا ولكن المدخول يقوى. وإدراكا منها بأهمية هذا الاختراع تبدي وزارة الصناعة اهتمامها بقوة. Nous sommes des chercheurs et on peut aller plus loin. C'est-à-dire l'énergie électrique on a voulu la garder parce que c'est très important, le prix تاعها est très bas, inconcurrençable sur le marché international. On peut alimenter le monde entier. D'accord. فاش نجموا نعاونوكم؟ عاونونا pour créer une petite unité هنا d'ici en Algérie et vous allez prendre la charge. وفي انتظار تسويق هذه الماكينة يأمل أصحابها في جلب اهتمام الشركات الوطنية قبل الأجنبية.